مرحبا بكم في قناة اش اف ا ستوريز. عمري ما تخيلت نوصل نهار بحال هاد الليلة اللي كلها توتر، رعب وحسابات دقيقة بين الحياة والموت. انا الاسم ديالي ادم، عندي 34 سنة، خدام في واحد من اكبر البنوك في الدار البيضاء. خدمتي كتخليني نعرف كل صغيرة وكبيرة في النظام الامني، من مواعيد الشاحنات وديال الفلوس حتى الاخطاء اللي حتى المدير ما كيعرفهاش. كنت ديما شاد الطريق، عايش حياة عادية، حتى النهار غيدخل المرض لدارنا. الوالدة جاها السرطان، على ذكر السرطان الله يشافي جميع المرضى من هذا المرض الخايب. رجعوا القصة، والعلاج ديال السرطان غالي بزاف، والصالير ما كيكفيش للدواء. طلبت قروض، قلبت على جميع الحلول، ولكن تسدوا عليا كل البيبان. في لحظة ضعف جاتني فكرة غريبة، تفكرت غادي تبدل حياتي للأبد. نسرق البنك اللي أنا أصلا كنحميه. كل شي بدا بنهار عادي، كنت جالس في القهوة اللي المولف ديما كنريح فيها مع صاحبي يونس اللي طردوه من البنك هادي عامين. كان ديما كيهضر بعصبية وكيقول كيصرفوا الملايين في الحماية، ولكن أضعف حاجة في النظام هو الإنسان اللي خدام فيه. ضحكت، ولكن ديك الكلمة اللي قال بقات لاصقة ليا في دماغي. ديك الليلة وانا راجع شفت البنك من بعيد، وسمعت صوت داخل كيقول لي انت اللي بنيتي النظام، يعني انت الوحيد اللي قادر تهدم. ما يمكنش دير عملية بحال هادي بوحدك. كنت محتاج فريق صغير وموثوق وعنده مهارات اللي خاصين. اول واحد كان يونس، دماغه مجرم ولكن كيعرف يحسبها. الثاني كان هو كريم، خبير في الالكترونيات، خدام قبل في شركة كاميرات والمراقبات. والثالث وحدة هي ليلى، موظفة في البنك، ذكية ومغامرة، وكنشوف فيها أكثر من زميل قديم. تجمعنا في واحد الدار قديمة في الحي الصناعي، وقلت ليهم خاصنا نعرفو كل كاميرا وكل حركة وكل دقيقة قبل ما يتفعل الإنذار. ديك الليلة كتبان أول سطر في الخطة. قررنا تكون العملية نهار السبت في الليل، بعد العملية الشحن الأسبوعية. خزينة فيها تقريبا 8 ملايين درهم. كريم كلف غير بالكاميرات، وأنا بالنظام الأمني، ويونس بالدخول، وليلى بفتح الباب من الداخل. كل دقيقة محسوبة، حتى النفس محسوب. الليلة اللي قبل من السرقة ما قدرتش الناس، تفاصيل كيدوروا ليا في دماغي بحال شي فيلم. شنو غيوقع لفشلنا ولا تشدينا؟ شفت صور الوالدة حدا السرير وقلت بصوت خافت سمحي لي يا ماما، ما بقاتش طريق اخرى. راجعت الخطة كاملة، الهروب، السيارات، التوقيت، ومسار البداية. كل شي خاصو يسالي في ساعة واحدة بالضبط. دابا الساعة 8:59 ديال الليل. لبسنا لباس اسود وقفازات واقنعة. كريم عطل الكاميرات، وليلى قالت في الراديو النظام طاح، الباب محلول. دخلنا من الباب الخلفي، الظلام خانق وصوت خطواتنا كيرن في القلب كيدق بحال المطرقة. وصلنا للباب الحديد الكبير اللي هو الخزينة. كريم بدا يخدم على القفل الالكتروني، يونس كيسولو شحال بقات. كريم قال لي بقات 5 دقائق او يمكن قل. ليلى حاضي السلالم، وفجأة الباب تحرك، صوت الحديد تصرف وتفتح الباب. رائحة فلوس طلعات، والبرد ديال الحديد ضربناه. بدينا نعمرو في الشكير، الملايين كتدخل وحدة بوحدة. فجأة سمعنا صفارة من بعيد كتقرب. كريم قال لينا النظام رجع قبل الوقت. حاولت نصلحو ولكن ما بغاش يخدم. قال لي يا يونس نخرجوا دابا ولا غادي نتحرقوا كامل. جرينا الممر الجانبي، لكن الباب ما بغاش يتفتح. ليلى بدات كتغوت. ادم قال لها الباب تبدل فيه القفل جديد، المدير بدلو قبل اسبوع وانا ما كنتش عارف. في هاد اللحظه فهمت شي حد خان. كريم طرق راسو، ويونس كيحاول يهرس الباب، وليلى كتشوف فيه ببرودة. سولتها شنو درتي؟ ما جاوباتش، غير خرجت تليفون صغير وقالت ادم البنك محاصر، البوليس جا. الدم تجمد في عروقي، هي اللي خانتنا وباعتنا للإدارة. خديت المفاتيح الطريقة وضربت القفل بالرصاص حتى تفتح. خرجنا وسط الزنقة مظلمة والشتا كتنزل. ركبنا السيارة اللي كنا مخبينا
درنا مورانا وقعنا الشرطة مورانا كتجري، والضوء الازرق كان كيعمي يونس اللي هو اللي كان صايغ. كريم كيبكي وكيقول كنا نكونوا اغنياء، علاش درنا هادشي؟ ما جاوبتوش، غير سمعت الرصاص. ومن بعد اصطدام قوي السيارة تقلبات وكل شي ولا ظلام. فتحت عيني في المستشفى، يدي مربوطة والبوليس واقفة في الباب. كريم مات ويونس هرب، وانا كنت كنتسنى في المحكمة. مفتش قال لي ليلى اللي بلغات وخدات العفو. ضحكت بشوية وقلت لها كنت حاس بها من المرة الأولى. قال لي كنت باغي نسرقها باش نقدم الوالدة، ولكن في النهاية خسرت كل شي، فلوس وصحاب حتى نفسي. فاتو شهور في السجن ووصلني خبر قتلني من الداخل. أمي ماتت قبل الحكم بيومين. ما بكيتش، يمكن دموع سهلة. تحكم عليا ب20 عام، لكن السجن الحقيقي هو الندم ماشي الحبس. بعد 5 سنين جا عندي حارس وقال لي عندك زيارة. كانت ليلى، قالت لي ما كانش قصدي نخونك، كانوا غادي يدمروني. بقيت ساكت ومن بعد قلت لها ماشي انتي اللي خنتيني، انا اللي خنت راسي. مشات وعمرها رجعت. 20 عام من بعد ما خرجت ومشيت للمقبرة، وقفت قدام قبر الوالدة. قلت لها سمحي لي يا ماما، كنت باغي نعاونك لكن مشيت في طريق الغلط. حطيت وردة فوق القبر وطلعت للطريق الكبيرة. الشمس كانت كتنزل والمدينة كتشعل بأضواء. مشيت بلا هدف، يمكن كنحاول نرجع إنسان. العقاب جاب صمت، ولكن كان أقوى من أي حكم. هذه هي الحلقة اللي كانت عندنا اليوم، نتمنى تكون عجباتكم. نشوفكم في قصة أخرى. غنكون سعيد لخليتي معاك لايك واشتركتي في قناة. تهلاو في راسك.